لو اتظلمت واتقهرت ومش عارف تاخد حقك من اللي ظلمك، اسمع القصة دي واتعلم منها ازاي تاخد حقك من اللي ظلمك. بس تعالى في الأول نصلي على الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكمان نعمل لايك وشير عشان تساعدني في نشر الخير وتشاركني في الأجر والثواب. بنت جميلة جدا خارجة مع خطيبها لابسة فستان آخر شياكة، وهم ماشيين راجل عجوز عنده مرض رعاش ماشي واحدة واحدة، وهو ماشي رجله اتزحلقت في حفرة كبيرة كانت مليانة مية ما كانتش نظيفة. المية دي بهدلت فستان البنت الجميلة. ساعتها البنت وخطيبها اتضايقوا جدا، فزعقت للراجل العجوز وقالت له مش تفتح، هو انت حمار؟ والشاب رفع ايده بكل قوته وضرب الراجل ووقعه على الارض، وهما الاتنين عينهم ما كانش شايفة غير الفستان اللي اتبهدل والشياكة اللي راحت. وده خلاهم انهم يتعموا عن انهم يشوفوا مرض الراجل العجوز، وبصوله هما الاتنين باحتقار وهو واقع على الارض وسابوه ومشوا. الراجل العجوز كان لا حول به ولا قوة، كل اللي هو عمله انه برطم له بكام كلمة ما كانوش مسموعين لأي حد غيره هو وبس. وشاف قدام عينيه الشاب والبنت وهم داخلين عمارة، وهو لسه بيحاول يقوم ويقف على حاله مفيش دقيقة إلا ولقى الشاب بيتزحلق من على السلم ويقع من على سلالم العمارة ويتدحرج لحد ما وقع جوه الحفرة اللي كانت مليانة مية، ويتخبط خبطة جامدة قوي في راسه، والشاب يقع ما يحطش منطق، مات في لحظتها. ساعتها البنت مسكت في الراجل العجوز وقعدت تزعق وتقول هو ده اللي قتل خطيبي، الراجل ده ساحر، انا سمعته وهو بيقول كلمات دي شكلها تعويذة كانت هي سبب في موت خطيبي. الناس اتلمت واخدوهم للشرطة، ولما مأمور القسم سأل الراجل العجوز عن اللي حصل، الراجل حكى له الحكاية وقال له انا لما الشاب ضربني وشفت قوته وانا كنت ضعيف وما قدرتش اقوم على حيلي ارد له الضربة من عجزي ومرضي، ساعتها قلت يا رب لقد أراك قوته فيه فأرني قوتك فيه. ومفيش لحظات إلا ولقيته واقع ميت جنب رجلي في الحفرة. ساعتها مأمور القسم قال للبنت العجوز ده ما قتلش حبيبك، غار حبيبك عليك فضرب الرجل العجوز وغار حبيبه عليه فقتل خطيبك. فلو انت جه عليك حد وظلمك ووجعك خليك واثق ان ربك اللي بيحبك استحالة يرضى بظلمك ولا يرضى بقهرة قلبك. فاهدى واطمن وقول وانت كلك يقين يا رب لقد أراك قوته فيه فأرني قوتك فيه. قولها وانت على يقين، وبعدها اتأكد ان حقك هيجيلك لحد عندك. فاهدى واطمن، ربك اللي بيحبك استحالة يتخلى عنك. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد وكمان تساعدني في نشر الخير. بحبكم في الله، هدية محمود.